السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبيله. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن ماتش القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. مباراه كل جماهير الكره المصريه منتظراها. بس خلونا قبل ما نتكلم عن المباراه ديت ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد من الهبيله. اعمل اشتراك، مش هتخسر حاجه والله. ويلا بينا عشان نبدا حلقتنا. ماتش القمه المره دي هو ماتش بلا هدف. ليه ماتش بلا هدف؟ لان النادي الاهلي خلاص حسم لقب الدوري بعد ما فريق سيراميكا قدر ان هو يفوز على فريق بيراميدز بنتيجه 2-1 واهدى اللقب خلاص للنادي الاهلي. اما النادي الزمالك فهو خلاص موقعه في المركز الثالث وتقريبا حسم المركز الثالث بشكل كبير بعد ما فاز على فيوتشر بنتيجه 3-2 في مباراه كانت رائعه جدا. بعد ما كان خسران 2-0 قدر ان هو يعود بالمباراه ويفوز بنتيجه 3-2. لكن ماتش القمة معروف عنه ان هو مش ماتش نقدر نستنى منه بطولة، لا هو ماتش لوحده بطولة. يعني الفريق اللي هيكسب هو الفريق اللي هيكون مهيمن محليا الموسم اللي جاي. دي حاجة. تاني حاجة ان النادي الاهلي عايز يفوز بالمباراة عشان يكمل سلسلة انتصاراته في الدوري وان هو ياخد دوري لا هزيمة. اما بالنسبه لنادي الزمالك فهو عايز يحقق فوز معنوي يرفع بيه الروح المعنويه للاعبين وللجمهور نفسه اللي مستني الماتش ده عشان يحققوا فوز فيه، ويعتبر بالنسبه لهم يعني ما كسبوش ولا بطوله الموسم دوت، فيعتبر الماتش دوت فرحه ليهم في اخر الموسم. كان صعب جدا خصوصا بعد خروجهم الافريقي طبعا من دور المجموعات، والمنافسه على الدوري السنه دي ما كانوش موجودين فيها تماما. الدوري السنه دي كان دوري مليء بالاحداث بالنسبه لنادي الزمالك. اولا رحيل فيريرا، عوده فيريرا، بعد كده رحيل فيريرا مره ثانيه، حل مجلس الاداره. كان في من اوله لاخره مشاكل، الصفقات الجديده اندمجت ما اندمجتش، وفي ناس مشيت وفي ناس قعدت. ما كانش فيه استقرار بالنسبه لنادي الزمالك. اما على النادي الاهلي فلا، النادي الاهلي السنه دي عامل موسم رائع جدا على مستوى الافريقي وعلى المستوى المحلي. كان مقدم موسم رائع وقدر ان هو يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا وبيحصد لقب الدوري السنه دي. فهو موسم عظيم بكل الاشكال لصالح النادي الاهلي. حتى لو خسر ماتش القمه فهو بالنسبه له هو عمل كل اللي هو عايزه. الجماهير هتكون زعلانه لكن هو في نفس الوقت هو طالع كسبان من الموسم. تعالى نتكلم عن الفريقين بشكل كبير. خلينا نبدا كلامنا الاول بالنادي الاهلي. النادي الاهلي هو بيقدر يحسم لقب الدوري رقم 43 في تاريخه، وكمان النادي الاهلي بيقدر يحسم اللقب الخامس ليه في هذا الموسم. النادي الاهلي مع مارسيل كولر الصراحه مقدم موسم عظيم جدا، موسم ما نقدرش ننكر فضل ودور مارسيل كولر مع تطوير اللاعبين وتطوير في اداء النادي الاهلي، وعمل ماتشات عظيمه جدا مع النادي الاهلي باستثناء طبعا ماتشين اللي خسرهم قدام ريال مدريد وفلامينجو في كاس العالم للانديه، والماتشين اللي خسرهم في دوري ابطال افريقيا قدام سان داونز وقدام الهلال. ويحسب له طبعا ان رغم الخساره من سان داونز بنتيجه 5-2 الا ان الفريق بعد كده ما وقعش، لا قوم الفريق بسرعه ولم الدنيا بسرعه وقدر ان هو يحصد اللقب في الاخر ويكمل منافسته في الدوري. النادي الاهلي محليا ما خسرش من ساعه ما مارسيل كولر مسك الفريق. النادي الاهلي ما خسرش محليا، ده في ظل تالق الثلاثي الامامي للنادي الاهلي وهو حسين الشحات وبيرسي تاو وكهربا. هل كهربا هيقدر يسجل المره الثانيه في نادي الزمالك في موسم واحد؟ ده اللي احنا هنشوفه بكره. اما بالنسبه لثلاثي نص الملعب بالنسبه للنادي الاهلي فهو اللي عليه كلام كتير بعد رحيل حمدي فتحي النادي الوكره، فاصبح نص الملعب ما فيهوش غير اثنين ثابتين مع مارسيل كولر وهو مروان عطيه واليو ديانج. فهل هيدخل مجدي قفشه ولا هيدخل القندوسي؟ ده اللي احنا هنعرفه بكره ان شاء الله. اما بالنسبه على مستوى خط الدفاع فطبعا ده ما فيش عليه اي كلام، لان اكيد هيبقى معلول وجنبه عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد هاني. طبعا محمد هاني مقدم موسم عظيم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا مستوى حراسه المرمى فهو اكيد هيبقى محمد الشناوي. هل النادي الاهلي هيقدر ان هو يحقق الفوز ويكمل فرحته بالفوز بالدوري بان هو يقدر يفوز على نادي الزمالك ويفرح جمهوره بالانتصار دوت، خصوصا ان الفوز طبعا في ماتش القمه ده لوحده البطوله؟ فهل النادي الاهلي هيقدر يحقق الفوز دوت؟ ماتش صعب، ماتش طبعا اكيد مارسيل كولر هيكون محضر له بشكل كبير. مارسيل كولر حقيقي يعني مدرب عمل شكل وعمل اداء قوي جدا مع النادي الاهلي الفتره الاخيره. في هبوط في المستوى في اخر كام ماتش في الدوري، لكن ده
ده طبيعي جدا لان اللعيبه دي مش مكن، اللعيبه دي بقى لها سنه بتلعب من دوري ابطال افريقيا لكاس عالم الانديه لدوري مصري لكاس مصر، فاكيد اللعيبه دي تعبت فمحتاجه ان هي تريح. فالهبوط في المستوى ده طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي، لكن رغم الهبوط في المستوى انت قادر تكسب وقادر ان انت تتجاوز الماتشات ديت وقادر ان انت تحسم الثلاث نقاط في كل مباراه انت لعبتها. اما بالنسبه لنادي الزمالك فنادي الزمالك فطبعا المشاكل اللي بر بيها على مستوى الموسم مشاكل كتير جدا خلته يبعد عن المنافسه بشكل كبير من اول الدوري، خلته بينزل من المركز الثالث، بتخليه ان هو مش هيقدر يشارك في بطوله افريقيا السنه الجايه وبيروح يلعب في بطوله الكونفدراليه. فهل نادي الزمالك هيقدر يحقق فوز معنوي على النادي الاهلي يفرح بيه جمهوره ويقدر يقول لهم ان انا لسه ان انا ان شاء الله راجع الموسم اللي جاي وهقدر ان انا احقق بطولات وقادم للمنافسه على البطولات السنه اللي جايه؟ ده اللي احنا هنعرفه. وطبعا بعد الضربه الموجعه اللي وجهها النادي الاهلي لنادي الزمالك وهي انتقال امام عاشور لصالح النادي الاهلي، خلاص في كلام كتير على ان هو خلاص مضى للنادي الاهلي لمده 4 سنين. طبعا جماهير النادي الزمالك في غضب شديد من امام عاشور ومن اداره نادي الزمالك لان هم ما قدروش اساسا يحافظوا على اللاعب في الاول. اللاعب كان عايز يمشي بس بسبب طبعا ان هو كان عايز يزود الراتب بتاعه والكلام دوت، ففي غضب شديد من جماهير نادي الزمالك. فانت لو نادي الزمالك قدر ان هو يفوز في المباراه ديت ده في حد ذاته هينسي جمهوره انتقال امام عاشور لصالح النادي الاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك هو نادي الزمالك بشكل كبير مستواه اتحسن في اخر تقريبا 12 او 13 مباراه من ساعه ما اوريسيو جه لنادي الزمالك، لعب تقريبا 12 مباراه قدر ان هو يفوز في 9 مباريات، اتعادل في 2 وخسر في مباراه وحيده قدام نادي الاسماعيلي بنتيجه 2-1 في الدوري. اوسيريو بيلعب بطريقه غريبه بالنسبه لنادي الزمالك، هي مشكلتها حاجه واحده، هي المشكله في الدفاع ان هو بيلعب بطريقه 3 ورا و3-4-3 في نفس الوقت. الاثنين اللي بيلعبوا اجنحه اللي المفروض بيغطوا كباكات، لا هو مش بيلعب بباكات، هو بتلاقي هنا بيلعب باحمد سيد زيزو مثلا وقدامه شيكابالا، وهنا بيلعب مثلا بفتوح وقدامه مثلا مصطفى شلبي او مثلا ابراهيم ندوي او ايا كان. هو اغلب تشكيلته هي عباره عن اجنحه طايره وبس. فهل ده هيعمل مشاكل بالنسبه لنادي الزمالك على مستوى الدفاع؟ احنا شفناه في ماتش فيوتشر كان في مساحات كبيره جدا في ظهر نادي الزمالك وخصوصا في ظهر الاجنحه رغم ان هو بيلعب بثلاثه ورا. على مستوى نص الملعب فهو نادي الزمالك فهو عنده مشاكل كتير على مستوى نص الملعب. بيلعب بدونجا وشويه بيلعب بعمرو السيسي، طبعا بعد رحيل سيف فاروق جعفر ويوسف اسامه نبيل. مباراة القمة بالنسبة لنادي الزمالك هي مباراة حياة أو موت. ليه مباراة حياة أو موت؟ لأن خسارة نادي الزمالك في الماتش زي دوت هيبقى كل اللي هو بيبنيه كله هيروح على الأرض للموسم اللي جاي. أما لو فاز في المباراة ديت لا هو هينقل التوتر كله بالنسبة للنادي الأهلي. رغم إن النادي الأهلي حقق اللقب لكن هيدخل الشك في لاعبي النادي الأهلي، إن طبعا لاعيبة النادي الأهلي تخسر الماتش القمة طبعا حاجة كبيرة جدا مش سهلة. لكن لو نادي الزمالك قدر ان هو يفوز بالمباراه اتوقع ان نادي الزمالك هيبني على دوت بشكل كبير للموسم اللي جاي، ان هو يرجع ينافس مره ثانيه على مستوى الدوري في الموسم القادم باذن الله مع تدعيمات قويه لنادي الزمالك. الاداره بتحاول ان هي توفر امكانيات كبيره لاوسيريو رغم طبعا الازمه الماليه اللي بيمروا بيها، رغم طبعا التخبطات الاداريه ولسه صادر قرار ان ما ينفعش عزل مرتضى منصور من منصبه وما ينفعش يرجع تاني. صدر القرار برفض الطعن اللي قدمه المستشار مرتضى منصور. طيب مين اللعيبه اللي ممكن تصنع الفرق في نادي الزمالك؟ وهو احمد سيد زيزو طبعا مفيش كلام، شيكابالا طبعا واحمد فتوح ممكن الاختيارات اللي ممكن تصنع الفرق بالنسبه لنادي الزمالك. بالنسبه لتوقعاتنا للماتش دوت فانا توقعي ان الماتش ده هيكون مليء بالاهداف، بس مين هيكسب مش الصراحه كان قرار صعب جدا. النادي الاهلي هو اللي هيكسب، النادي الاهلي مقدم موسم عظيم، ولا نادي الزمالك هو اللي هيكسب وهيفاجئ النادي الاهلي ويعكنن عليهم ويعكنن على جمهور النادي الاهلي احتفالهم بالدوري؟ فالصراحه بقيت مش عارف مين اللي ممكن يكسب. فالصراحه انا شايف ان المباراه دي هتخلص تعادل 2-2 ما بين الفريقين، ونادي الزمالك هيقدر ان هو يخرج بتعادل او بنقطه ثمينه من النادي الاهلي عشان ياكد سيطرته على المركز الثالث، والنادي الاهلي هيتعادل مباراه ويحتفل بالدوري. لكن طبعا في كلام على ان هو مش هيستلم درع الدوري في مباراه الزمالك، ولكن هيستلمها في مباراه حرس الحدود. بس ده كان كلامنا عن ماتش القمه، كلام موجز كده بسيط، وان شاء الله
نستمتع بالمباراة ويتقدم لنا ماتش حلو جدا نستمتع بيه كلنا كجمهور اهلي كجمهور زمالك. انا عن نفسي بشجع النادي الاهلي واتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي، لكن في نفس الوقت اتمنى ان احنا اشوف ماتش قوي جدا بين اكبر فريقين في الكرة المصرية. بس كده ده كان كلامنا عن الماتش، وان شاء الله تستمتعوا بكره بالمباراه، وما تنسوش تسيبوا لنا توقعاتكم تحت في الكومنتات، وتعملوا اشتراك في القناه ولو الحلقه عجبتكم تعملوا لايك وتشغلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل ما هو جديد. السلام عليكم.